اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الاكل الصحي والسعرات الحرارية. النهاردة هنتكلم عن موضوع كل ام واب محتاجينه: لانش بوكس المدارس للاطفال. هنقدم 10 افكار مختلفة وهنقول السعرات الحرارية المؤكدة. وكمان هنوضح ليه كل لانش بوكس مفيد للطفل وازاي يتحضر بسرعة في البيت من غير مجهود. اللانش بوكس الاول عبارة عن ربع رغيف بلدي، بيضة مسلوقة، جوافة صغيرة. ليه مفيد للطفل؟ البروتين في البيضة بتشبع وبتساعد في نمو العضلات، والجوافة مليانة فيتامين سي والياف بتحافظ على مناعة الطفل. ازاي نحضره بسرعة؟ اسلقي البيضة بالليل وخليها في التلاجة، الصبح قطعي الجوافة وحطيهم مع ربع رغيف، يبقى اللانش بوكس جاهز في 3 دقايق. تاني لانش بوكس: شريحة جبنة رومي زائد ربع رغيف بلدي و10 حبات عنب وخيارة. ليه مفيد بقى للطفل؟ الجبنة غنية بالكالسيوم لبناء العظام والأسنان، والعنب مصدر طاقة سريع، والخيار بيرطب الجسم. ازاي نحضره بسرعة؟ اعملي السندوتش في دقيقة وحطي العنب والخيار في كيس أو علبة صغيرة وخلاص. تالت فكرة للانش بوكس: سندوتش تونة، عبارة عن 3 معالق كبار تونة زائد ربع رغيف بلدي و3 حبات بلح اصفر. ليه مفيد للطفل؟ التونة فيها اوميجا 3 بتقوي الذاكرة والتركيز في المدرسة، والبلح فيه سكريات طبيعية بتمد الطفل بالطاقة. ازاي نحضره بسرعة؟ افتحي علبة التونة، صفيها من الزيت وحطيها مع عصرة ليمونة، اعملي السندوتش وضيفي الملح. اللانش بوكس الرابع عبارة عن ربع رغيف بلدي زائد صدر فراخ مشوي قد كف اليد، تفاحة صغيرة، 5 حبات طماطم صغيرة شيري. ليه مفيد للطفل؟ الفراخ بروتين خفيف وبيشبع، والتفاح مليان ألياف، والطماطم فيها مضادات أكسدة مهمة للمناعة. ازاي يتحضر بسرعة؟ اعملي الفراخ المشوية من بالليل وخليها في التلاجة، الصبح قطعيها وحطيها في السندوتش مع التفاحة والطماطم. خامس لانش بوكس: سندوتش جبنة مثلثات زائد ربع رغيف بلدي، 10 حبات عنب أخضر، جزرة صغيرة. ليه مفيد للطفل؟ الجبنة سهلة الهضم وغنية بالكالسيوم، والعنب فيه مضادات أكسدة، والجزر مفيد للنظر وغني بفيتامين A. ازاي يتحضر بسرعة؟ افردي الجبنة على العيش في ثانية، اغسلي العنب والجزر وقطعيهم، واللانش بوكس يجهز في أقل من 5 دقايق. سادس لانش بوكس عبارة عن رول تورتيلا صغير بحشوة جبنة كريمي خفيفة زائد خس، 4 حبات بلح أصفر. ليه مفيد للطفل؟ الجبنة الكريمي بتدي طعم يحبه الطفل، والخس مصدر ألياف، والبلح مصدر سكريات طبيعية. ازاي نحضره بسرعة؟ افردي الجبنة على التورتيلا، لفيها مع ورق الخس، قطعيها رول صغيرة وحطي معاها البلح. اللانش بوكس رقم 7 عبارة عن 2 بسكوتة شوفان صحية، موزة صغيرة، 3 حبات بلح أصفر. ليه مفيد للطفل؟ البسكوت الشوفان بيدي طاقة وألياف، والموز مصدر للبوتاسيوم بيساعد على النشاط، والبلح فيه سكريات طبيعية صحية. ازاي نحضره بسرعة؟ نجهز بسكوت الشوفان في العلبة أو حضريه في البيت بكمية كبيرة، الصبح ضيفي الموز والبلح وخلاص، اللانش بوكس كده يبقى جاهز. اللانش بوكس الثامن عبارة عن ربع رغيف بلدي زائد بيضة اومليت، 10 حبات عنب وخيارة. ليه مفيد للطفل؟ البيض بروتين، والعنب بيمد الطفل بسكر طبيعي، والخيار بيحافظ على ترطيب الجسم. ازاي نحضره بسرعة؟ اعملي الاومليت في الطاسة في 3 دقايق، حطيه في الساندوتش وضيفي الخيار والعنب. اللانش بوكس التاسع عبارة عن سندوتش عسل اسود وطحينة، معلقة صغيرة عسل زائد معلقة صغيرة طحينة زائد ربع رغيف بلدي، تفاحة صغيرة. ليه مفيد للطفل؟ العسل الاسود غني بالحديد، والطحينة فيها كالسيوم، والتفاح فيه الياف بيساعد على الهضم. ازاي نحضره بسرعة؟ افردي معلقة صغيرة عسل اسود ومعلقة صغيرة طحينة على العيش، ضيفي التفاحة وغلفيهم. اللانش بوكس العاشر عبارة عن كفتة مشوية قد صباعين كده زائد ربع رغيف بلدي، وجوافة صغيرة أو 10 حبات من العنب. ليه مفيد للطفل؟ الكفتة بروتين حيواني، والجوافة أو العنب بيدوا فيتامينات وسكريات طبيعية. ازاي بقى نحضره بسرعة؟ اعملي الكفتة في الفريزر، طلعي منها بالليل وحطيها في الفرن أو الطاسة، الصبح اعملي الساندوتش.
معلومات غذائية مهمة للأطفال. الطفل في سن المدرسة محتاج من 1200 ل 1600 سعر حراري في اليوم. لازم يكون في كل لانش بوكس بروتين وكربوهيدرات وخضار وفاكهة. العصائر الجاهزة مليانة سكر، أفضل ثمرة فاكهة. الحلويات مش ممنوعة تماما لكن بكمية صغيرة جدا. التنويع في الشكل والمكونات بيخلي الطفل مقبل على الأكل. ودي نصايح بتشجع الطفل ياكل اللانش بوكس. قطعي الاكل باشكال جذابه، استخدمي علب ملونه متقسمه، شاركي الطفل في اختيار الفاكهه. ونيجي بقى للاسئله اللي بتدور في دماغنا. هو لازم الشوكولاته نحطها في اللانش بوكس؟ لا مش لازم، والافضل فواكه او بلح. هل البيضه كل يوم مضره؟ لا بالعكس، مصدر بروتين ممتاز. هل الجبنه الرومي غلط للاطفال؟ مش غلط لكن بكميات صغيره. وبكده عرفنا 10 أفكار لانش بوكس صحية، وليه كل وجبة مفيدة وإزاي تتحضر بسرعة من غير ما تاخد وقت. استنوا الفيديوهات الجاية علشان هتلاقوا فيها أفكار جديدة وعملية للدايت والأكل الصحي لكل أفراد الأسرة. سلام.